الفصل الأخير من العام الدراسي هذا الموسم شارف على الانتهاء، كذلك التجمعات الرياضية وبكافة ألعابها أخذت تنطوي صفحاتها يوما بعد آخر، بعد أن دخل طلاب المدارس بالعديد من السباقات دونوا فيها النجاح من خلال ما حققوه، ما يبشر بغد مشرق بالرياضة المدرسية التي وضعت بصمات إيجابية في سباقات داخلية وخارجية سابقة. بطولة العراق للتربيات بالسباحة الأولمبية وبكافة مراحلها أعطت دفعة جديدة من السباحين المشاركين، ما يدعو القائمين على هذه الشريحة والمختصة بهذه الرياضة زيادة الاهتمام والتوسع بها أكثر للحصول على طاقات جديدة تخدم مستقبل اللعبة. كل العالم تهتم بهذه الفعالية اهتماما جدا كبيرا، وأنا أعتقد برأيي أن تكون جلسة كبيرة تنسيقية بيننا وبين الاتحاد العراقي المركزي حتى نخلق قاعدة كبيرة وواسعة لهذه الفعالية، لأنه ما تحصد هذه الفعالية من ميداليات عدد جدا كبير، ومنيتي يعني أن نكون إحنا منافسين أقوياء. عندنا 20 مديرية على ابتدائي متوسط إعدادي، راح تتضمن 25 فعالية. الغاية من هذه البطولة هو سحب اللاعبين للمنتخبات الوطنية، المشاركات الخارجية إن شاء الله، المنتخبات المدرسية. اليوم الثالث والأخير للبطولة حمل أشياء عدة بخزانته، منها زيادة حدة التنافس بين المديريات التي حطمت بعضا أرقاما عراقية جديدة من خلال سباحيها، كما تم ظهور سباحين جدد من محافظاتنا رغم ما تعانيه من قلة الأماكن المخصصة لها. هذه دلائل واضحة المعاني على أن المسابقة حققت أهدافها بدقة تعود بالفائدة على سباحتنا. اكو لاعبين بالمحافظات ما يقدرون يجون بطولات الأندية لعدم قدرة أنديتهم على مساعدتهم ماديا. المواهب اللي بالمحافظات ما تقدر توصل إلى السباقات يقيمها الاتحاد، لأنه السباقات يحتاج إلى مصرف، يحتاج إلى مصاريف اللاعب. فبما أنه التربية دعمت هاي الفئة خلينا نقول المحرومة، فطلعت إنجازات حلوة وطلعت نتائج حلوة. الورقة الأخيرة سطرت فيها النتائج. تربية الرصافة الثانية كسبت المركز الأول بالنسبة للمرحلة الابتدائية، أما المرحلة المتوسطة فكانت على القمة تربية بغداد الرصافة الثانية، وحققت تربية الرصافة الأولى للمرحلة الإعدادية المركز الأول. حققت المركز الأول في 50 صدر رقم 36، إن شاء الله أمثل في المنتخب العراقي. كانت البطولة جميلة جدا ونزلت فعالية الظهر وجبت الأول وجبت رقم عراقي و38 على الرصافة الثالثة، وكانت يعني بطولة جميلة جدا. بطولة أبدع برسمها هؤلاء السباحون الذين صنعوا إنجازات جديدة للرياضة المدرسية، وخصوصا برياضة السباحة التي خرجت بأحلى الألوان الزاهية في هذا التجمع المدرسي. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.